رسميا الحلقة التاسعة من الموسم الثاني من أنمي سولو ليفلينج تكشف لنا عن قوة واحد من بين الصيادين العشرة الخاصين بكوريا من الرتبة S واللي هو بايك. كما نعلم يا شباب أن قوة بايك كانت لغزا كبيرا منذ بداية الأحداث، ولكن الحلقة التاسعة أتت لتكشف عن قوته، حيث ظهر في صالة الألعاب الرياضية وهو يتقاتل مع شخص آخر من الرتبة S، وهناك إذا رأيناه أنهم من صنف المتحولين. هذا الصنف ببساطة يا شباب هو أن شكلهم يتحول عندما يستعملون قوتهم، وذلك الواضح أن شعره لون شعره أصبح باللون الأبيض، عضلاته ازدادت، سرعته تزداد، أصبح لديه مخالب، وهو من بين الصيادين الذين يكتسبون سرعة وقوة بدنية كبيرة جدا ورائعين جدا في مستوى القتال القريب. وأراهن أنه لا يزال يخفي الكثير في جعبته، فكما قال سونغ جين وو أن بايك كان يخفي قوته لما كان يتقاتل في صالة الألعاب الرياضية. متحمس لبداية أرك جزء جيجو ولنرى القوة الحقيقية لهذا الكابتن. أخبرني برأيك في تعليقات، وبحالك لم تشترك فاشترك، لايك وتعليق، ونلتقي قريبا إن شاء الله.